السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظرا للرسائل التي تصلنا في بريد الصفحة وكذلك التعليقات حول الإعلان التوظيف التي أعلنت عليه وزارة التكوين لفائدة مراكز ومعاهد التكوين لبعض الولايات، ارتأينا أن نضع هذا الفيديو لكي نوضح ونشرح بعض الشروط ومكان التعيين وعدد المناصب لكل ولاية والولايات كذلك المعنية، حيث هذا الإعلان التوظيف الذي تم نشره أمس يوم 24 نوفمبر 2022. هذا الإعلان التوظيف الذي يخص وزارة التكوين، حيث يعلن معهد التكوين والتعليم المهنيين بالمدية لمؤسسات التكوين التابعة لمديريات التكوين والتعليم المهنيين لولايات البويرة، عين دفلة، الشلف، الجلفة، البليدة، تسمسيرت والمدية عن فتح مسابقة توظيف على أساس الشهادة وكذلك على أساس الاختبار والامتحان المهني لتوظيف أساتذة التكوين المهني وأساتذة متخصصين في التكوين والتعليم المهنيين الرتبة الأولى وكذلك الرتبة الثانية، وكذلك مستشاري التوجيه والإدماج، مساعد مهندس مستوى أول في الإعلام الآلي، وكذلك رتبة مقتصد مسير، وكذلك رتبة نائب مقتصد مسير، رتبة أخرى متصرف، كذلك رتبة مساعد متصرف، ورتبة محاسب إداري رئيسي، ورتبة ملحق رئيسي للإدارة، ومهندس معماري وتقني سامي في الإعلام الآلي، وكاتب مديرية رئيسي. نبدأ في الجدول الأول الذي يخص مسابقة على أساس الشهادة. هنايا ذكر نمط التوظيف بالنسبة لأستاذ التكوين المهني. هنايا الولايات المعنية عندنا المدية، تسمسيرت، الشلف، عين دفلة، البويرة والبليدة. هنايا المناصب المطلوبة لولاية المدية أو عدد المناصب المطلوبة لولاية المدية، عندنا 1 2 3 4 5 5 مناصب بالنسبة لولاية المدية. أما ولاية تسمسيرت عندنا منصب واحد، ولاية شلف منصبين، ولاية عين دفلة منصب واحد، ولاية البويرة عندنا 3 مناصب، البليدة عندنا منصبين. هنا شروط الالتحاق بهذه الرتبة: شهادة التقني السامي أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الاختصاص. هنا مثلا نذكر مثال عن تسمسيرت. هنا ذكرنا أنه تحتاج منصب واحد. التخصص المطلوب هو ميكانيك وصيانة المركبات الخفيفة. شلف مثلا عندنا التجميل والعلاقة، عندنا إعلام آلي. لازم يكون المترشح يحوز على شهادة تقني سامي أو شهادة دراسات الجامعية التطبيقية ديا في الاختصاص المطلوب. مثلا هنا عند فلا طالبين مسير أشغال البناء، البويرة إعلام آلي. هنا يعطينا تخصص طبخ وكذلك التركيب الصحي والتدفئة. نروحوا للرتبة الثانية اللي هي مسابقة على أساس الاختبار أستاذ التكوين المهني. هنا كاين مسابقة على أساس الشهادة ومسابقة على أساس الاختبار. الولايات المعنية هنا عندنا المدية، عين دفلة، الشلف والبليدة. هنايا بالنسبة عدد المناصب لولاية البليدة أو عفوا المدية عندنا 3 مناصب، عين دفلة عندنا منصبين، الشلف عندنا منصبين، هنا البليدة عندنا منصب واحد. هنايا شروط التوظيف: يكون المترشح حائز على شهادة تقني سامي أو شهادة دراسات جامعية تطبيقية في الاختصاص، هنا حسب الاختصاص المطلوب. نروحوا للرتبة اللي بعدها اللي هي مسابقة على أساس الامتحان المهني أستاذ التكوين المهني حرفي. هنا هذه خاصة بالحرفيين. هنا شروط الالتحاق بهذه المسابقة أو بهذه الرتبة: لازم تكون شهادة عمل لمدة 5 سنوات مصادق عليها من قبل الضمان الاجتماعي مع إثبات 2 سنوات متتالية زايد بطاقة حرفي، يعني هذه خاصة بالحرفيين. هنايا الولايات المعنية: عين دفلة عندنا 3 مناصب، الجلفة منصبين، الشلف منصبين، المدية منصب، البليدة 3 مناصب.
بالنسبة لعين دفلة، هنايا تركيب صحي. الاختصاصات المطلوبة في هذه الرتبة: تركيب صحي، خبازة وحلويات، هنايا طبخ الجماعات، هنايا في الجلفة طالبين تلحيم، نجارة الألمنيوم والمواد البلاستيكية. بالنسبة للشلف في الخبازة والحلويات، هنايا الزخرفة والطلاء. هنايا بالنسبة للمدية نجارة معمارية أو نجارة معمارية. هنايا البليدة طالبين بناء. وهنايا كذلك حلاقة. وهنا والتركيب الصحي. بالنسبة للرتبة التي بعدها هي مسابقة على أساس الشهادة، يعني على أساس الشهادة. بالنسبة لي مستشاري التوجيه، هنا عدد المناصب المطلوبة لكل ولاية أو الولايات المعنية: عندنا ولاية شلف منصبين، تسمسيلة منصب واحد، البويرة منصب واحد، البليدة منصب واحد. كذلك مسابقة على أساس الاختبار. بالنسبة لنفس الرتبة مستشار التوجيه الإدماج والتقييم المهنيين، هنايا الولايات المعنية عندنا المدية والبليدة. بالنسبة لعدد المناصب لولاية المدية منصبين، وبالنسبة للبليدة عندنا منصب واحد. هنايا نذكر شروط الالتحاق بهذه الرتبة أو شروط التوظيف: هي شهادة ليسانس من التعليم العالي في إحدى الفروع التالية. طالبين علم النفس، هنايا طالبين تخصص التوجيه المدرسي والمهني والعمل الصناعي أو شهادة معادلة لها. هذا بالنسبة لرتبة مستشار التوجيه. نروحوا للرتبة الذي بعدها مسابقة على أساس الاختبار بالنسبة لتقني سامي في الإعلام آلي. الولايات المعنية عندنا ولاية الجلفة، ولاية المدية، وولاية البويرة. هنايا راهم ذاكرين مكان التعيين، يعني أين يتم التعيين في بالنسبة في الرتبة هذه، يعني بالنسبة للمراكز والمعاهد. هنايا شروط الالتحاق بهذه الرتبة أو شروط التوظيف: هي شهادة دراسات جامعية تطبيقية ديا، أو شهادة تقني سامي في الاختصاص، أو شهادة معترف بمعادلتها بالوظيفة العمومية. هنايا بالنسبة هنايا نذكر المراكز: مكان التعيين بالنسبة لولاية الجلفة لدينا مركز التكوين المهني والتمهين بعين وسارة ذكور. أما بولاية المدية طالبين بقصر البخاري إناث مركز تكوين. وبالنسبة للبويرة بمعهد التعليم المهني. نروحوا للرتبة التي بعدها هي مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لنفس الرتبة، شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي. البويرة عندنا 3 مناصب: تسمسيرة منصبين، شلف منصب واحد، البليدة منصبين. يعني نفس الشروط: شهادة دراسات جامعية تطبيقية، أو شهادة تقني سامي في الاختصاص يعني إعلام آلي، أو شهادة معترف بها من قبل الوظيف العمومي. نروحوا للمرتبة التي بعدها أو الرتبة التي بعدها هي مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لكاتب مديرية رئيسي. الولايات المعنية عندنا المدية والشلف والبليدة. شروط الالتحاق بهذه الرتبة: شهادة تقني سامي في الأمانة أو شهادة معادلة لها. هنا كذلك مسابقة على أساس الاختبار في نفس الرتبة، كاين على أساس الشهادة ويوجد على أساس الاختبار كذلك بالنسبة لولاية عين دفلة. هنا بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين بومدفع. أما بالنسبة على أساس الشهادة بمركز التكوين المهني والتمهين عين بوسيف بالنسبة لولاية المدية، وبالنسبة لولاية شلف بمركز التكوين المهني والتمهين شطية. وهنا بالنسبة لولاية البليدة عندنا مركز التكوين المهني والتمهين ببوفيريك. نروح الرتبة الذي بعدها مسابقة على أساس الاختبار كذلك لكاتب مديرية رئيسي. بالنسبة ذكرناها بالنسبة لولاية عين دفلة، هنا قلنا بمركز التكوين المهني والتمهين بمدفع. هناك مسابقة على أساس الاختبار بالنسبة لمساعد مهندس مستوى أول في إعلام آلي، هذا يخص ولاية الشلف. هنا عندنا منصب واحد. هنا شروط التوظيف: شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. هنا كذلك مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لمهندس معماري، يخص كذلك ولاية شلف.
هنايا بمديرية التكوين والتعليم المهني شلف. هنايا شروط التوظيف: توجد شهادة مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلة في هذه التخصص أو في هذا التخصص. مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لمساعد وثائقي أمين محفوظات تخص ولاية البوليدة، عدد المناصب منصب واحد. هنايا بالنسبة لهذا المكان تعيين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لصناعة الأغذية الفلاحية. شروط التوظيف أو الالتحاق بهذه الرتبة: شهادة دراسات جامعية تطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو ما يعادلها. نروحوا لرتبة مسابقة على أساس شهادة بالنسبة للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهني. في الرتبة الأولى الولايات المعنية عندنا عين دفلة، البويرة، شلف والبليدة. عدد المناصب المطلوبة: بالنسبة لعين دفلة منصبين، بالنسبة للبويرة عندنا 4 مناصب، بالنسبة للشلف عندنا 6 مناصب، بالنسبة للبوليدة عندنا 4 مناصب. نروحوا لشروط التوظيف لهذه الرتبة اللي هي أساتذة متخصصين في التكوين والتعليم المهنيين. الرتبة الأولى عندنا شهادة ليسانس في الاختصاص أو شهادة معادلة لها. نروحوا لمسابقة على أساس الاختبار: أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهني. الرتبة الأولى. في الأول ذكرنا على أساس الشهادة، وفي الثاني ذكرنا على أساس الاختبار. الولايات المعنية عندنا ولاية البوليدة، عندنا كذلك المدية، عين دفلة و عفوا هنا في الأول عندنا البويرة والمدية وعين دفلة والبوليدة. عدد المناصب المطلوبة في كل ولاية: بالنسبة للبويرة 5 مناصب، بالنسبة للمدية منصب واحد، بالنسبة لعين دفلة منصب واحد، بالنسبة للبوليدة منصبين. هنايا شروط الالتحاق بهذه الرتبة أو شروط التوظيف ذكرناها سابقا: شهادة ليسانس في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلته. هنا نذكر بعض الاختصاصات المطلوبة في هذه الرتبة. عندنا فرنسية، إعلام آلي، حقوق، إعلام آلي. عندنا حقوق. هنايا بالنسبة للرتبة الأولى حقوق عندنا علوم قانونية وإدارية. أما بالنسبة للمدية عندنا مهن: المياه والبيئة، تخصص الري. عين دفلة عندنا قاعدة معطيات الإعلام الآلي، يعني المنصب مطلوب يطلب هذا الاختصاص. بالنسبة للبليدة عندنا إلكترونيك وعلوم قانونية وإدارية. ذاكرين كذلك مكان التعيين. بالنسبة للبويرة كاين معهد تعليم مهني بالنسبة للبويرة، والمعهد الوطني المتخصص صور الغزلان. أما بالنسبة للمدية عندنا المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بني سليمان. أما بالنسبة لعين دفلة عندنا مليلة إناث، مركز التكوين المهني والتمهين. مليانة مع الله أعلم، مليانة على ما أظن. أما بالنسبة لولاية البوليدة عندنا مركز التكوين المهني والتمهين بوفاريق، والمركز الآخر غير واضح المكان. نروحوا رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهني. الرتبة الثانية بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادة. هنايا الولايات المطلوبة لهذه الرتبة لدينا المدية، الشلف والبوليدة. هنايا بالنسبة للمدية عندنا منصب، بالنسبة للشلف 11 منصب، يعني 11 12 منصب، تقريبا 12 منصب بالنسبة لولاية شلف في هذه الرتبة. أما بالنسبة لولاية البوليدة عندنا 4 مناصب. هنايا الشروط التوظيف أو الالتحاق بهذه الرتبة: المترشح يجب أن يحوز عن شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصص. بالنسبة لولاية المدية التخصص المطلوب لهذه الرتبة المعلوماتية، تخصص مهندسة البرامج.
هنايا بالنسبة لولاية شلف عندنا التخصصات المطلوبة لهذه المناصب اللي ذكرناها: طبوغرافيا، إلكتروميكانيك، إعلام آلي، هندسة معمارية، علم المكتبات، آه، هنايا حماية النباتات، الزراعة، عندنا تسيير. هنا للأسف غير واضحة الصورة. أما بالنسبة لولاية البليداء، هنا التخصصات المطلوبة: علوم تجارية، تخصص اتصال تسويقي، هندسة معمارية، تخصص مشروع عمراني، الإعلام والاتصال، إدارة أعمال. بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبار في نفس الرتبة، يعني أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، الرتبة الثانية لدينا الولايات المعنية: المدية، عين دفلة، والبليدة. عدد المناصب المطلوبة بالنسبة لولاية المدية: واحد. عدد المناصب لعين دفلة عندنا 3 مناصب. بالنسبة للبليدة عندنا منصبين. شروط الالتحاق بهذه الرتبة، يعني أستاذ متخصص في التكوين المهني والتعليم المهني، الرتبة الثانية، على أساس الاختبار نفس يعني شهادة التعليم العالي عندنا 10 سداسيات بعد البكالوريا أو شهادة معادلة لدى الوظيفة العمومية. يعني الرتبة هذه يترشح عليها اللي عنده مهندس دولة أو عنده شهادة الماستر في التخصصات. هنايا عندنا فلاحة بالنسبة للولاية المدية، فلاحة. هنايا بالنسبة للأندفلة عندنا إلكترونيك، سمعي، بصري. بالنسبة للبوليدة عندنا حقوق وعلوم سياسية، تخصص إدارة أعمال. وعندنا بيولوجيا. هذه التخصصات المطلوبة لهذه المناصب اللي ذكرناها. لدينا الرتبة الذي بعدها أو التالية هي مسابقة على أساس الاختبار بالنسبة لمقتصد مسير، يخص ولاية عين دفلة. شروط الالتحاق بهذه الرتبة: ليسانس علوم اقتصادية، فرع علوم مالية وتسيير، أو شهادة معترف بمعادلتها لدى الوظيفة العمومية. مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لنفس الرتبة: مقتصد مسير. الولايات المعنية هي البويرة والبوليدة. بالنسبة للبويرة عندنا منصبين، بالنسبة للبوليدة منصب واحد. نفس التخصص المطلوب: ليسانس علوم اقتصادية، فرع علوم مالية وتسيير، أو شهادة معترف بمعادلتها في الوظيفة العمومية. نروحوا بالنسبة لرتبة نائب مقتصد مسير. الولايات المعنية: شلف والمدية والجلفة والبويرة. بالنسبة للجلفة والبويرة عندنا منصب. أما بالنسبة للمدية منصبين. وبالنسبة لولاية شلف منصب واحد. شروط الالتحاق أو التوظيف بهذه الرتبة: يجب أن تكون هناك شهادة دراسات جامعية تطبيقية أو شهادة تقني سامي في التخصصات للتسيير والمحاسبة، أو شهادة معترف بمعادلتها في الوظيفة العمومي. مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لنفس الرتبة: نائب مقتصد مسير. لدينا الولايات المعنية: البويرة، تسمسيرة، الشلف، البوليدة. عدد المناصب بالنسبة لولاية البويرة منصب واحد. بالنسبة لتسمسيرة منصب واحد. بالنسبة لولاية شلف منصب واحد. بالنسبة لولاية البليدة منصبين. شروط التوظيف أو الالتحاق بهذه الرتبة: لدينا شهادة تقني سامي في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة، أو شهادة معترف بمعادلتها. لدينا مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لمتصرف. الولايات المعنية عندنا عين دفلة وشلف منصب واحد بالنسبة لولاية عين دفلة، ومنصبين بالنسبة لولاية شلف. هنا شروط التوظيف: لدينا ليسانس علوم تجارة، علوم التسيير، علوم القانونية والإدارية، اقتصادية ومالية. وهنايا علوم السياسية والعلاقات الدولية، علوم الإعلام والاتصال، التسيير، علوم الصحافة والإعلام، علم الاجتماع، هنايا علم النفس، إلى آخره من التخصصات، أو شهادة معترف بمعادلتها في الوظيفة العمومي. نروح المسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لمساعد متصرف. الولاية المعنية عندنا فقط ولاية البويرة. عدد المناصب مطلوبة: منصب واحد، يخص مكان تعيين معهد تعليم مهني بولاية البويرة. هنا شروط الالتحاق بهذه الرتبة: شهادة دراسات جامعية تطبيقية
و2 سنوات من التعليم، أو 2 سنوات من التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها في التخصص المطلوب. هنايا مساعد مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لمحاسب إداري رئيسي. الولايات المعنية: الشلف، المدية، تسمسيلة، البويرة، والبليدة. عدد المناصب مطلوبة: ولاية شلف منصب واحد، المدية منصب واحد، تسمسيلة منصب واحد، البويرة منصبين، والبليدة منصبين. هنا شروط الالتحاق بهذه المسابقة: شهادة دراسات جامعية تطبيقية أو تقني سامي في تسيير المخزونات، أو محاسبة وتسيير، أو محاسبة ومالية، أو الاقتصاد وقانون، أو شهادة معادلة لدى الوظيف العمومي. بالنسبة لهذه الرتبة، آخر رتبة عندنا مسابقة على أساس الشهادة ملحق إداري رئيسي يخص ولاية تسمسيلت. عدد المناصب المطلوبة منصب واحد. شروط التوظيف لهذه الرتبة: شهادة تقني سامي في التخصصات التالية: إعلام آلي، تسيير، اقتصاد المؤسسات، المحاسبة والمالية، المحاسبة والتسيير العقاري، وعندنا قانون أعمال. هنايا بالنسبة للملف المطلوب: طلب خطي، نسخة طبق الأصل للشهادة أو المؤهل، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة معلومات تمنع من قبل المتسم من المؤسسة المعنية بالنسبة للمترشحين المسابقة على أساس الشهادات. الشهادات العامة التي تثبت الخبرة المهنية في التخصص المسابق عليه من طرف الضمان الاجتماعي بالنسبة للخبرة في القطاع الخاص. شهادات تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار جهازي الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. بالنسبة للحرفيين: شهادة إثبات 5 سنوات خبرة بالنسبة للحرفيين. أما التسجيلات: ترسل ملفات الترشح قبل 15 يوم ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان على الجريدة إلى المؤسسات التكوينية المعنية بالتوظيف. يعني أي مؤسسة معنية بالتوظيف هي اللي تروح أو يروح المترشح لها لدفع ملف. ملاحظة هامة: المترشحون ملزمون بسحب الاستعداد على مستوى المؤسسات التكوينية المعنية بالتوظيف. يعني تروح المركز أو معهد تكوين، يعني مديرية التكوين لا دخل، أغلب مديرية التكوين لا دخل لها في التسجيلات أو في إيداع الملفات. يعني هام دايرين ملاحظة هامة. بالتوفيق للجميع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والدعم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.